السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. يلا بينا النهاردة يا ست الكل كده بأبسط الإمكانيات وبطريقة بسيطة جدا وبأقل حاجة نحول قطعة البانيه العادية اللي انتي شايفاها قدامك دي متقطعة تقطيع عادي جدا. نقول على بركة الله ونبدأ. بسم الله. كده معانا معلقتين من الدقيق الهرميين، معانا ربع قرفة ونص فلفل اسمر، معانا معلقه توم بودر صغيره، معانا نص بابريكا، معانا معلقه ماجي فوريه ونص كاري وربع ملح صغيره جدا. عملنا حساب طبعا الماجي زي ما انت شايفه، كوبايه ميه عاديه كده صغيره، اصغر كوبايه عندك على قد طبعا. ده كده كان صدر فرخه. بصي بقى خليني اقولك كده حاجه بسيطه، لما تحبي قطعه البانيه تشوفيها كده بالمنظر اللي انت شايفاه كده، لازم صدر الفرخه اللي انت بتكوني بتستخدمي منه يكون كبير علشان يطلع لك القطعه كبيره وبالجمال ده. حطينا كوبايه الميه، بسم الله كده هننزل بقى بكل اللي احنا قلنا عليه، البهارات والدقيق. يلا يا ست الكل كله مع بعضه كده وشوفي الطريقه في الاخر هنطلع لك قطعه البانيه عامله ازاي. خلاص هننزل بيهم كده ونديهم كمان تقليبه قويه كده في بعضهم لحد ما يبقوا خليط. خلاص ومش هنضيف بيض. خلاص اديناهم تقليبه زي ما انت شايفه كده. هوريكي القوام بتاعها عامل ازاي. كل ما زودتي كميه البانيه، يعني تقدري تقولي ده ربع كيلو من البانيه، كل ما زودتي كميه البانيه زودي معاه. احنا حاطين على الربع بانيه معلقتين دي. احنا عايزين القوام يبقى بالشكل ده، مش خفيف علشان يمسك في قطعه البانيه فتبقى كده مشبعه من كل ناحيه. الخليط ده اللي احنا عملناه كل حاجة فيه كده لازم تتحط، كل نوع بهارات بسم الله كده لازم يتحط فيه علشان في الاخر هيطلع لك طعم مش قادرة اقولك جميل قد ايه. يلا بينا برضو نديلهم تقليبة. قدامك بقى حل من اتنين يا ست الكل. تعالي بقى نديهم تقليبة بايدينا كده، سيبك من المعلقة، احنا عايزين نشرب القطعة كل الخليط ده. قدامك بقى حل من اتنين، يا تنقعي كده من الصبح بدري على بال اخر النهار والغدا، واللي بيروح شغل يرجع ان شاء الله بالسلامه من شغله، يا اما تنقعي من قبليها بيوم، يا اما اقل وقت انقعي قبليها بساعتين وخدي طعم مش قادره اقول لك عامل ازاي. خلاص انا قلبتها كويس جدا كده. هغطيها انا دلوقتي، هغطيها الصبح كده وهحطها في التلاجة لان شاء الله لما نيجي نعمل الغدا اخر النهار. وطبعا الناس المحبين الاكل السبايسي لو حباها طبعا تكون حار زي اللي بتيجي يعني من المطاعم من بره، ممكن تضيفي كمان معاها مع الربع كيلو ده نص معلقه شطه صغيره هيخليها حار جدا. انت شايفه كده يا ست الكل، جبنا قطع البانيه اللي سبناها في التتبيله، وجبنا دقيق ما فيهوش اي حاجه زي ما انت شايفه كده، وجبنا هنا كوبايتين ميه ساقعه او اي طبعا كميه ميه ساقعه. المهم يعني اللي احنا لما ننزل بالقطعه تكون ايه الميه مغطيه. هنزل في الدقيق بس زي ما انت شايفه كده، كيري مش اكتر من كده، وهو ده اللي انا هستخدمه في الدقيق بس، مش هرجع اعيد كل البهارات اللي انا حطيتها مره تانية. زي ما انت شايفه كده اهو. هاخد بقى قطعه من البانيه اللي احنا ايه عملناها في التتبيله، بنطرها نطره خفيفه كده وبنزل بيها على الدقيق. بصي بقى كده زي ما انا بعمل كده بالظبط الحركه دي كده، وهنزل بيها هنا بقى. يعني احسن حاجه تستخدمي ايديكي زي ما انت شايفه كده. هنزل بيها نزله خفيفه على الميه الساقعه وارجع بيها على طول تاني على الدقيق بنفس الطريقه كده، مش بقلبها كده على الجنبين، لا باخد الدقيق عليها وانطر بقى نطره خفيفه وعلى طول مش حركينها يا ست الكل. زي ما انت شايفه كده اهي، ادي القطعه اهي زي ما انت شايفه كده، على طول ما نركنش على حاجه وعلى الزيت على طول. تاني اول حاجه نزلنا بيها على الدقيق نزله خفيفه في الميه الساقعه المتلجه، ونرجع تاني على الدقيق بنفس الطريقه كاننا كده بنعمل الدقيق عليها، وبعد كده اخدها انطرها من الطرف كده نطره خفيفه زي ما انت شايفاها اهو، وننزل بيها على الزيت السخن. هنا طبعا يفضل تكون العين الوسط بسم الله زي ما انت شايفه كده، ولا بقى يعني هخلي النار كده متوسطنه حاجه خفيفه جدا. الزيت سخن زي ما انت شايفاه، وهستكفي طبعا بالقطعتين على قد الطاسه. طول ما هي ما خدتش السوى الكامل من الجزء الاولاني ما تقلبيهاش الا لما طبعا
لونها يستوي وكمان تاخد السوا بتاعها تمام، ما تقلبيش فيها كتير. زي ما هي هسيبها كده لحد ما الجزء الاولاني يستوي. خلاص كده بدأت تاخد اللون اهو زي ما انت شايفه كده. انا هوريكي الفلفل الاسود، شايفه الشكل وزي ما هي كده على النار الوسط. زي ما انت شايفه كده الجمال والحلاوه دي يا ست الكل. شايفه حاجه بقى ولا تقوليلي سندوتش من بره بقد كده ولا اي حاجه. بربع كيلو بانيه زي ما انت شايفه كده. ادي القطعه جمالها، ولا طبعا القرمشه اللي فيها بصي، والطعم خطير وبحاجات بسيطه جدا. دلعنا قطعه البانيه ازاي، كلها حاجات طبعا موجوده في البيت. وبطلي بقى الطريقه العاديه كده وجربي الطريقه الحلوه دي، وعلى طول يا ست الكل ننزل باللي بعده. انا لما بقول النار وسط اقصد يعني العين الوسط، مش بخلي النار عليها وسط. تمام كده. ادي كمان قطعتين التانيين يا ست الكل. الحلاوه والجمال اللي عملناه بربع كيلو من البانيه بس. شفتي يا ست الكل بربع كيلو من البانيه عملنا ايه؟ عملنا لهم طبق تحفه كده زي ما انت شايفه الجمال والحلاوه. سمع القرمشه. تعالي نفتح حته كده ونشوف من جوه قطعه البانيه عامله ازاي، اللي هي كده متتبله بتتبيله خطيره. سمع القرمشه يا ست الكل والطعم خطير جدا. ولو عجبتك القناه ما تنسيش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس علشان يوصلك منا كل جديد. واوعي تنسي اللايك الحلو اللي بنستناه منك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.